ازيكم؟ نصيحة مهمة جدا موجهة للمديرين او يعني رؤساء الاقسام، السوبرفايزرز، الناس دي اللي هي شغالة وتحت منها في مرؤوسين. اوعى تاكل حق حد، اوعى تبخس من حق حد، اوعى تعامل حد معاملة وحشة لانها هتترد لك وبسرعة شديدة جدا. مواقف حصلت قدامي لايف، ومواقف انا ما كنتش اتخيل انها هتترد بالسرعة الرهيبة دي. واحد ظلم ناس، اكل حق ناس المفروض انها ماشيه من الشركه ليها مستحقات عشان يطلع حلو قدام صاحب الشغل او يطلع حلو قدام مديره المباشر. يفضل يخفض في المستحقات بتاعت العاملين، يخصم منهم شويه، يخصم منهم كده، وكله بالزور والباطل. اهم حاجه دي زور وباطل، اكل حق عامل. حد اشتغل تحت منك وانت كنت مديره، اكلت حقه، ربنا ما بيسيبش. بسرعه البرق، بسرعه البرق بتترد لك، وانت في الاخر اللي بتكون كبش الفدا للمدير او صاحب الشغل. في الاخر هيقول لا مش انا اللي ظلمت، لا مش انا اللي اكلت الحق، ده هو اللي مسؤول، هو المدير او هو السوبرفايزر هو اللي مسؤول، وهو اللي كل حق الناس وانا ماليش دعوه. وفي الاخر بتتشاط بالرجلين. انا اسف، مش انت يعني، انا اسف. الحمد لله الواحد لا انت ولا انا هنكون من الناس دي. ولكن عايز اقول لك ان مش هتطلع حلو قوي لما تاكل حق الناس عشان الشركه تكسب لها 100 ولا 200 ولا 300. لما يكون عامل ليه حق عند الشركه لازم تسبورت، لازم تقف في ظهره عشان ياخد حقه من الشركه بالاصول. انا ما بقولكش تدي العمال ببذخ او تديهم فوق مستحقاتهم او حقوق مش حقوقهم، لا، بالاصول. ليه اوفر تايم هياخده، وياخده في ميعاده المفروض. تأخير الرواتب لو كان بدون قصد، في مشكلة في الشركة، في مشكلة معينة مثلا في الماليات، ماشي، ادينا كلنا بنسند بعض. بس يوم لما تحضر الفلوس او في جزء منها صغير بس يغطي رواتب العمال، لازم راتب العامل ينزل الاول، لان ده اللي بيتعب في الموقع، ده اللي بيشقى، ده اللي بيطلع عينه وانت قاعد في التكييف. نصيحة مهمة جدا ليكم. يا رب ما نقعش في الغلط ده كلنا، وربنا يثبتنا ان احنا ندي الناس حقوقها في ميعادها، وان احنا ما نظلمش حد. حكم عقلك، واهم حاجة ان انت تكون حقاني. شكرا ليكم، السلام عليكم.